ده مبدئيا خرطوم العزل اللي احنا هنستخدمه، انا جايبه من عند بتوع التكييف. زي ما انت شايف كده هو خرطوم عامل زي الفوم كده، في فراغات كتير للهواء عشان تبقى عمليه العزل ممتازه. بس قبل ما نكمل الفيديو، العربيه دي تويوتا يارس ونازله اهو من المصنع معزوله، يعني ده عزل الفابريكا. خدت بالك؟ الماتيريال ده ماتيريال طري خلاص، زي تقريبا اللي احنا عازلين بيه بس يمكن ارفع شويه، فمشابه ليه تماما. علشان بس الناس اللي بتقعد تتفلسف وتقول لك انت بتعدل على الفابريكا، انت بتعدل على مش عارف ايه، العربيه نازله اهو معزوله. يلا بقى نكمل الفيديو. طبعا هيتحط على الماسوره دي، لكن قبل ما نعمل ده انا واخد قطعه منه اهيت، عاوز اختبر الاول تحملها للحراره. يعني هل مع الحراره المفرطه لموتور العربيه هل هيسيح ولا هيفضل متماسك؟ بعد مشوار حوالي 15 كيلو هنجيب قطعه الرابر، الحمد لله ما اتاثرتش تقريبا اطلاقا. طبعا هي بقت طريه اكتر، لكنها لا ساحت ولا حصل لها اي حاجه. اللي احنا هنعمله ببساطه ان احنا هنجرب الاول التكييف بدون عزل. المواسير قدامك اهي مش معزوله اطلاقا، فهنبتدي نجرب التكييف لمده 5 دقائق ونطلع منه نتائج. بعد كده هنبتدي نعزل المواسير ونطلع نتائج ونقارن بينهم. فيلا بينا بقى دلوقتي نبتدي نجرب التكييف الاول بدون عزل ونشوف ايه النتائج اللي هيطلعها. النهارده الخميس 11/7/2024 الساعه 10 وتلت تقريبا. درجه الحراره الخارجيه 36 زي ما انت شايف كده. طبعا جوه العربيه ما اعتقدش انها هتختلف، برضه 36 زي ما انت شايف. الازاز مقفول اهوت اليمين والشمال. خلاص هنبتدي ندور العربيه، نثبت ايدينا، نشغل التكييف، جهاز قياس الحراره، نظبط دي الاول كده تحت شويه. وبعد مرور 5 دقايق كاملين درجة الحرارة وصلت 7 و9 إلى 8 تقريبا. هنبتدي أول حاجة بإزازة مية ونبتدي نبل المواسير بالمنظر ده، وتبتدي تديها غسلة كويسة، حتى غسلة بإيديك كده أو بفرشة لو عندك. الغسيل مهم جدا جدا. هتجيب بقى الخرطوم بتاعك وهنبتدي من أول هنا كده تدخله، تحاول تمشيه مع ماسورة التكييف اللي أنت محتاج تعزلها. يعني أنت عندك فاصل أهو، هنا الفاصل خلاص. هوريكم الفاصل الأول أهو، في فاصل أهو، هنبتدي من أوله. تمام، همشي معاه كده لحد هنا خلاص. فانا كده البدايه اهوت، وهنا الايه النهايه. النهايه اللي هو فين؟ عند الفاصل الثاني. هنا مش باين شويه بس اهو الفاصل الثاني. قطعناها بالمنظر ده خلاص. هتيجي بقى بايدك كده، هي اول ما بتفتحها بتفضل تتفتح معاك بشكل طولي، يعني مش هتروح لا يمين ولا شمال. اهي نبتدي بقى من تحت كده ندخلها. تتقفل زي ما انت شايف كده. ممكن بقى نقفلها بامير، نحط لها نقطتين امير، او نقفلها بلزقه او اي حاجه زي ما هوريك دلوقتي. دي خلصناها زي ما انت شايف اهو، باديه من اول هنا. طبعا واحده واحده كده ومع الصبر بتخلصها اهي. فبقت الحمد لله معزوله تماما خلاص. فاضل لنا بقى انهي وصله؟ فاضل لنا الوصله اللي جوه دي خلاص. دي هتكون يعني اصعب شويه، بس ان شاء الله برضو واحده واحده بنفس الطريقه ايه هعملها زي ما هوريك دلوقتي. هتيجي فاتحه كده وهو بيتفتح معاك طوالي بقى. بص، وانس ان انت بتسحب كده اهو. خلاص خلصنا تقفيل دي وقفلنا دي كمان زي ما انت شايف اهو. بص كده
انا بشاور لك من هنا اهو، اتقفلت ايه من هنا خلاص. بس ممكن تعمل لمزيد من الدعم يعني تدعمها باللزق ده. طبعا اللزق ده لزق حراري ما بيتاثرش بالحراره، هو غالي شويه وانا شاريه بناء على كده. خلاص بتحاول تجيب نوع كويس، وهنبتدي ندعم مثلا ايه، واحده هنا عند الزاويه دي، مثلا واحده في النص، واحده في الاخر، اماكن دعم يعني. هيبقى يعني يعني يفضل ان انت تعمل كده، هتبقى دي حاجه كويسه. خلاص زي ما انت شايف هنا كده ايه، زي ما انا عامل هنا هبتدي برضه اكرر نفس الموضوع هنا. اكتر ماسوره مهمه في عمليه العزل هي الماسوره دي. ليه بقى؟ لان فرن الشكمان اهو، ده فرن الشكمان، بص كده يعني حراره الشكمان جزء كبير جدا بيطلع منها على الماسوره دي، خدت بالك؟ فدي اهم واحده في عمليه العزل، الماسوره الطويله دي. دلوقتي الساعه 10 ونص، درجه الحراره الخارجيه 35.4، جوه العربيه تقريبا نفس الوضع 35 برضو 4 عشان احنا فاتحين الازاز. يلا بقى دلوقتي نشغل التكييف ونختبر درجات الحراره بعد ما عزلنا المواسير. هيا بينا هنشغل التكييف. 35.2 على 2 زي المره اللي فاتت. نقرب دي نحطها هنا. هنبتدي بقى نعد 5 دقايق. تمام، بعد مرور ال5 دقايق تقريبا يعني وصلت حوالي 6.1 6.2، ابتدت تنزل اول 5.9، لكن ال5 دقايق خلاص عدوا. طبعا انا حاولت قدر الامكان ان انا واحد الظروف على قد ما اقدر، بس في حاجات ما قدرتش اتحكم فيها. يعني مثلا امبارح الساعه 10 وثلث ل 10 ونص كده كانت درجه الحراره 36، النهارده 35.4، وقعدت مستني كتير قوي ما بترضاش تزيد، فقلت خلاص بقى هتوكل على الله. درجه حراره حوض الموتور برضو ما يعني مش هقدر اتحكم فيها قوي. فامبارح على سبيل المثال كانت 53، النهارده كانت 57، لان انا مشيت بالعربيه مسافه اطول شويه. فعلى قدر الامكان حاولت ان انا واحد الظروف. لكن طبعا درجه حراره وحتى بشكل ملحوظ لي انا، لا فعلا بعد العزل درجه الحراره بقت الطف. وعلشان ما حدش يعترض، توحيد الظروف 100% ده مستحيل، لكن فرق درجه الحراره الخارجيه معوضه فرق درجه حراره الموتور. فالدنيا فعلا قريبه من بعضها، لكن فعلا فرق درجات الحراره اللي انا حاسه لا بعد العزل فعلا افضل. هنقارن كمان شده الصوت بتاعه اللي عاملها كمبرسور التكييف. كمبرسور التكييف لما بيلقط بيعمل زي صوت ونه خفيفه كده، فبيسمع في الكابينه. هحاول اسكت انا بقى دلوقتي ونقارن صوت كمبرسور التكييف قبل عزل المواسير وبعد عزل المواسير، هل صوت الكمبرسور هيتغير ولا لا؟ يلا بينا. شدة الصوت من وجهة نظري مفيش تغير كبير، هي درجة الحرارة اللي قلت فعلا بشكل ملحوظ، وانا حتى استشعرته، رغم ان التغير مش كبير قوي ولكنه طبعا موجود. واعتقد انه هيبان معاك اكتر لو كمبرسور العربيه ضعيف او العربيه قديمه او منظومه التكييف بشكل عام متواضعه. لكن انا عندي تكييف كويس فما حسيتش فرق كبير. اعتقد الفرق هيظهر اكبر مع العربيات القديمه او اللي فيها مشاكل. الحاجه الثانيه طبعا في دول الخليج ناس كتير قوي جربتها وبيشكروا فيها، فطبعا الموضوع مش جديد يعني، مش انا اللي مخترعه، ده الموضوع طبعا قديم. في بقى نقطة مهمة بعض الناس هتتكلم عنها، ان الخرطوم اللي احنا عزلناه ده او الماسورة دي ماسورة الراجع للكمبرسور، مش ده اللي داخل الكابينة، وبالتالي هيقول لك ان ده غير مفيد. طبعا الكلام ده مش صحيح، لان الماسورة دي بترجع تبرد الكمبرسور، والماسورة دي لما بترجع بهواء ابرد فبالتالي ده بينعكس على منظومة التبريد ككل في خفض درجة الحرارة. فطبعا فكرة ان هي بلا فائدة الكلام ده غير صحيح، وطبعا تم اثباته دلوقتي. طبعا الكلام ده ينطبق على تجربتي انا الشخصية، ربما لو حد تاني جربه في عربية تانية يختلف، ما اعرفش، لكن انا طبعا بتكلم على التجربه اللي حصلت معايا انا شخصيا، واللي انا شخصيا مقتنع بيها ان هي فعلا مفيده. ربما لو في البلاد اللي ما فيهاش درجات حراره عاليه قوي، ما بتزيدش مثلا عن 30 درجه في الصيف ولا حاجه، الموضوع مش هيكون مفيد. لكن احنا ما شاء الله كل يوم عندنا بقى 40 41 42، فلا الموضوع فعلا هيكون مفيد، وانصحك فعلا ان انت تعمله. ما ننساش طبعا الدعاء لاخواننا، ما ننساش طبعا ان احنا نستمر في عدم شراء الحاجات اللي نقدر عليها، على الاقل الاكل والشرب. في حاجات طبعا ملهاش بدايل، مش هقول لك ما تشتريهاش، لكن على الاقل اللي في ايديك اعمله، عشان لما ربنا يسالك يكون عندك اجابه على السؤال. ربنا يا رب يعفو عنهم ويعفو عننا جميعا ويرحمنا ويرحمهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي باذن الله. ما ننساش طبعا اللايك والشير. السلام عليكم.